الإشرفية والشيخ مقصود تعرض 3 من أعضاء الهلال الأحمر الكردي للاعتقال من قبل الحكومة المؤقتة، وذلك أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في إسعاف الجرحى وتقديم الرعاية الطبية للمدنيين المتضررين جراء الهجوم. إننا في الهلال الأحمر الكردي نؤكد أن فريقنا كانوا على رأس عملهم الإنساني البحت بعيدا عن أي أجندات سياسية أو عسكرية، وهم يوسف حنان حمكو سائق الإسعاف، عبد الرحمن عبدو ممرض، رامي حسين العلي قائد فريق الفريق الطبي. إن اعتقال هؤلاء العاملين في المجال الإنساني يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية الإنسانية وخاصة اتفاقية جنيف التي تضمن حماية الطواقم الطبية والإغاثية أثناء النزاعات. نطالب بالإفراج الفوري والغير مشروط عن زملائنا وضمان سلامتهم وعودتهم إلى عملهم الإنساني، ونحمل الجهات المسؤولية كامل المسؤولية على أي أذى قد يلحق بهم. كما ندعو جميع المنظمات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل والضغط من أجل احترام مبادئ العمل الإنساني وحماية الطواقم الطبية والإغاثية من أي استهداف أو اعتقال. الهلال الأحمر الكردي قامشلو 12/1/2026.